النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدًا وجميلة، ومبتقفيش في المطبخ كتير، وكمان طعمها حلو أوي. هنعمل طبق السجق البلدي، طاسة السجق البلدي. هنعملها بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وكمان في ناس كتيرة بتعمل السجق بيفُك منها وبيبقى عامل زي اللحمة المفرومة كده. لأ، إحنا هنعمله النهارده بطريقة سهلة جدًا، وأقول لِك يطلع معاكِ سليم كده، كل واحدة بوحدتها كده السجق، وإمتى تقطّعيه. وهنشوف مع بعض، نسمّي الله ونصلّي على سيدنا محمد ونشوف هنعمل مع بعض السجق إزاي. أنا هنا جِبت أنا عندي هنا نُص كيلو من السجق البلدي. جِبت كده 3 بصلات هاقطّعهم جوليان، ومعايا فلفل وطماطم. هاقطّع كل ال3 بصلات. طبعًا البصل على حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها. أنا استكفيت بال3 دول، أنا شايفة إن هُم دول كويسين، مش عايزة أكتّر البصل ولا المكونات اللي معايا الفلفل والطماطم، هي كفاية واحدة بس على قرنين فلفل و3 بصلات زي ما أنتم شايفين، حجم متوسط. هاقطّعهم كلّهم جوليان. وبعد كده هاقطّع برضه الفلفل والطماطم بنفس التقطيعة جوليان كده، وهنشوف هنعمل مع بعض طاسة السجق البلدي إزاي. طريقة سهلة جدًا، وطعم كمان هيطلع معاكِ حلو أوي، ومش هتتهري منِّك السجق ولا حاجة. وإمتى تقطّعيه في أنهي وقت تقطّعي السجق، بعد ما بيستوي والّا قبل ما نسويه، عشان بيفُك خالص. في ناس بتعمله وبيفُك منها وبيبقى عامل زي قطع اللحمة المفرومة كده. لأ طبعًا هيطلع طبق معانا حلو جدًا، تعمليه جنب طبق مكرونة أو جنب بطاطس، تبقى أكلة جميلة جدًا يتاكل بالعيش، حلو أوي وطعمه جميل جدًا ووصفة سهلة وغدا سريع وما بياخدش منِّك وقت. أنا قطعت هنا الفلفل والبصل والطماطماية برضه قطعتها بنفس الشكل الجوليان. هنروح بقى نجيب طاسة على النار ونشوف هنعمل مع بعض إيه. أنا بقى جبت هنا الطاسة، تمام، وحطيت نقطة زيت بس. مش عايزة أحط مادة دهنية كتير، لإن طبعًا السجق بتاعي فيه مادة دهنية، فمش عايزة تبقى كلها فيها دسم كتير. حطيت نقطة زيت بس، زيت ذرة، وبدأت أحط السجق بتاعي سليم، وابتدي أشوحه لغاية ما يديني اللون ده كده. وبعد كده أنزل بالبصل بتاعي برضو، ومحطتش أي توابل خالص. هقلب البصل تقلبتين كده لغاية ما أحس إن البصل دبل معايا كده. ابتدي بقى أحط رشة من الملح، وكمان أحط معلقة كده من بهارات السجق، وبعد كده هحط رشة من الفلفل الأسود في الآخر. بس كده، مش هحط أي حاجة تاني خالص. هيديني طعم حلو جدا، مش عايزة أكتر البهارات، هي بس رشة معلقة صغيرة من بهارات السجق، وطبعا الملح. وبعد كده آخر حاجة رشة من الفلفل. البصل بتاعي دايب خالص، يعني دبل كده. وبعد كده أنزل بطماطماية برضو هقلبها تقلبتين وأغطيها. أغطي الطاسة بتاعتي بغطا كده لغاية ما تنزل صوص كده من الطماطم والسجق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. وادي السجق بتاعنا استوى على فكرة، وكل واحدة زي ما هي زي ما انتوا شايفين. بصوا، هبتدي بقى في الوقت ده هقطع السجق بتاعي زي ما انتوا شايفين بالسباتولا كده، المعلقة، مش محتاجة سكينة ولا حاجة. هبتدي اقطع كل السجق بتاعي بنفس الشكل ده. ده في الوقت ده السجق مش هيفك منك، ولا هيبقى زي عامل زي لحمة مفرومة ولا أي حاجة. لكن لو قطعناه قبل ما نسويه مش هتلاقيه كله بقى كأن لحمة مفرومة بتسوي لحمة مفرومة. لكن في الوقت ده بعد ما يستوي خالص معانا السجق بنبتدي ان احنا نقطعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واخر حاجة هحط الفلفل بتاعي. انت بقى عندك فلفل الوان حطي، فلفل اخضر حطي. طبعا عارفين الفلفل غالي جدا، فاحنا اقتصادنا كده حطينا قرنين من الفلفل الاخضر.
وزي ما انتوا شايفين ادي السجق بتاعي خلاص خلص، مخدش مني وقت بجد، بيتعمل بسرعة جدا وبياخدش منك وقت. طبق سهل وسريع وحلو جدا ومغذي طبعا، سجق بلدي بيبقى طعمه حلو جدا في الاكل. وكمان جنب طبق مكرونة او بطاطس وشوية عيش كده وسلطة، يبقى طعمه حلو قوي. انا سبت هنا كده واحدتين من السجق، حطهم كده نجرنش بيهم الطبق. وادي الفلفل الاخضر بنحتفظ بنفس بلونه وطعمه جميل جدا. اتمنى يا رب تجربوا الوصفة السهلة السريعة، غدا سريع جدا ومبياخدش وقت في المطبخ ولا اي حاجة. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك حلو منكم واشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من عندي. وعايزة اعرف رأيكم في الكومنتات اذا كنتوا بتتابعوني من اي بلد، او لو عملتوا الاكله دي ولا لا وبنفس الطريقه. واتمنى يا رب ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، واسيبكم على خير ان شاء الله. فيديو جديد، مع الف سلامه.